في وقت لا تخوض فيه الجزائر أي حرب معلنة، تكشف أرقام ميزانيتها العسكرية عن توجه لافت نحو تسلح غير مسبوق. فقد بلغ الإنفاق الدفاعي الجزائري لهذه السنة حوالي 25 مليار دولار، وهو ما يمثل أزيد من خمس الميزانية العامة للدولة، ويقترب من 9% من الناتج الداخلي الخام، متفوقا بذلك على مجموع ما تخصصه الجزائر لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين. هذا الرقم يضع الجزائر في المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي، ولا يسبقها في الترتيب سوى أوكرانيا. محللون عسكريون يربطون هذا التصاعد بردة فعل جزائرية على التحديد الذي شهدته القدرات الدفاعية المغربية في السنوات الأخيرة، والتي اعتمدت على تطوير صناعات عسكرية وطنية بالتعاون مع إسرائيل. فقد عزز المغرب ترسانته بجملة من الصفقات النوعية، من أبرزها تدشين مصنع لشركة بلو بيرد الإسرائيلية بالقرب من الدار البيضاء، مخصص لإنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز سبايك. ويضاف إلى ذلك نشر منظومات الدفاع الجوي بارك ام اكس، فضلا عن معدات عسكرية أمريكية وصينية حديثة. في المقابل اتجهت الجزائر إلى تعزيز منظومات دفاعها الجوي متعدد الطبقات، وتطوير قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، مع تركيز خاص على أنظمة اعتراض الطائرات المسيرة في محاولة للحفاظ على تفوقها العددي في المنطقة. لكن هذا الصراع في التسلح لا يخلو من كلفة باهظة على الاقتصاد الجزائري، الذي يسجل عجزا ماليا يتجاوز 10%، ولا يزال مرتهئا بشكل كبير لعائدات النفط والغاز. وضع يثير تساؤلات جديدة حول إمكانية استمرار الجزائر في تحمل هذا المستوى من الإنفاق العسكري على المدى البعيد. أما التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب فلم يعد مجرد تقارب سياسي محدود، بل أصبح عاملا مؤثرا في إعادة تشكيل موازين القوى بمنطقة شمال إفريقيا.